السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تانية إعدادي. ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير كده والدنيا تبقى جميلة معاكم والأمور ماشية تمام. طيب إحنا كده خلصنا خلاص شرح المنهج كله الحمد لله، وحلينا عليه كل الأفكار اللي ممكن نحلها. دلوقتي ناقص إيه بقى؟ الريفيجن، والريفيجن ده أهم من اللي فات. تمام؟ لأن طبعا أنت عندك يونت 1 و 2 كل ده طرب بالنسبة لك، فإحنا عايزين نمشي واحدة واحدة مع بعض كده. انا هعمل لك شويه اسئله حلوين جدا متجمعه من التقييمات الوزاره واسئله الكتب والكلام ده كله، فاحنا لمينهم كده في PDF محترم وجايين ان شاء الله نشرحه لك ونحل معاك منه. تمام؟ طبعا كل اللي انا طالبه كالعاده ان تعمل ايه بقى؟ ان انت تبقى قاعد كده مش نايم لي، دي اول حاجه. تاني حاجه يكون معاك مشروبك المفضل عشان تبقى مصحصح لي كده وفايق. تالت حاجه يكون معاك كشكول وقلم وكالكوليتر. اتفقنا؟ طيب نبدا مع بعض يا باشمهندسين. انا عندي اول اكسرسايز او اول جزء هنتكلم عن درس مع بعض. يعني ايه؟ يعني يونت 1 مثلا هنمشي فيه درس خلصناه نخش على يونت 2 هنمشي فيه وهكذا. تمام؟ وهنزل لكم كده على كذا جزء، يعني طبعا عشان خاطر يعني لو انا عملت كل حاجه في جزء واحد انت هتنشن وهتزهق بسرعه. طيب تعالى معايا. بص يا باشمهندس، اول حاجه عندي بتفكرنا بايه بقى؟ بالirrational نمبر. تعالى اقول لك الراشونال نمبر ده بسرعه كده ازاي نقدر نحل عليه الاسئله المختلفه. طيب بص يا باشمهندس، بيقول لك ايه؟ put in empty box a suitable symbol from the two symbols belong ولا not belong. طب واحدة واحدة، يلا بينا يا باشمهندس. أول حاجة عندي root negative 2. إيه علاقتها بالآر؟ مبدئيا الآر دي اللي هي الريل نمبر بالمناسبة، يعني عشان تبقى عارف ده ريل نمبر. طيب واحدة واحدة بقى. الريل نمبر ده كل الأرقام تنفع، بس اصلا عامه مفيش حاجه انا اعرفها او ما عنديش معلومه في الماث ان الروت ينفع يبقى جوه فيه نيجاتيف، صح؟ فبالتالي دي كده نوت بيلونج. حتى انت لو كتبتها على الاله هتشتمك، قلت لك ماث ايرور، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. طيب تعالى معايا في الثانيه. بالمناسبه دي 0.5، لا الشرطه دي كده. تمام؟ طيب بص يا باشمهندس، انا عندي 0.5، العلامه دي يقصد بيها ايه؟ يقصد بها 0.5555555، بمعنى صح حضرتك لما تيجي تكتب كذا 5 على الاله 0. كذا 5 وتدوس ايكوال هتطلع معاك بشكل فراكشن. بشكل ايه؟ فراكشن. طب اسالك سؤال بقى، الفراكشن ده بيلونج للكيو ولا لا؟ بيلونج للكيو اهو، طالما ده شكل الفراكشن يبقى بيلونج للكيو. طيب روت 5 والزد، الزد دي يا جماعه انتجر. انتجر يعني هو يقصد انا عايز رقم صحيح. الرقم الصحيح يعني ايه؟ يعني 1 2 3 4 5 وهكذا، او نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 وهكذا. اتفقنا؟ طيب روت 5 لما تكتبها على الاله هيدي لك ديسمال كبير جدا، ماشي؟ هل ده ينفع يبقى انتجر؟ لا ما ينفعش، يبقى ده كده نوت بيلونج الانتجر. تعالى معايا في اللي بعده، كيوبيك روت 8. اول حاجه لما اجي اعملها على الاله هتدينا 2. الار يا جماعه الار دي ريل نمبر يعني كل الارقام، فال2 دي تنفع معانا فهتبقى بلونج. سؤال لذيذ يعني كده وخفيف خفيف. تعالى معايا نخش في الشغل. تعالى مع بعض نخش في الشغل. طيب اول حاجه عندي بيقول لك ايه؟ بيقول لك find in R the solution set of the following equation. امسك معايا بقى اول سؤال كده واحده واحده. اول سؤال بيقول لك ايه؟ 2x باور 2 minus 1 equal 49. حلو الكلام. انا ترتيب حلي في الايكويشن انا قلت لك عليها كذا مره، اول حاجه بخلص منها هي البلس والماينس، تاني حاجه التايمز والديفايد، تالت حاجه هي الباور. يبقى بلس وماينس بعد كده تايمز وديفايد بعد كده الايه؟ الباور. طيب طبعا احنا عارفين كل حاجه عكسها، عكس بلس ايه؟ ماينس، وعكس الماينس بلس. وبرده نفس الكلام في التايم تروح ديفايدد، ولو ديفايدد تروح تايم، ولو هي باور وعايز اخلص منه احط روت، ولو هي روت وعايز اخلص من الروت بحط الباور. طيب يلا بينا. اول حاجه انا عندي ماينس ايه؟ ماينس 1 صح؟ يبقى هتروح بالايه؟ بالعكس، فهتبقى بالبلس. يعني هتبقى 2x باور 2 ايكوال 49 بلس 1 على طول، خلاص احنا كبرنا بقى ايكوال 50. كلام جميل. يلا بينا دي تايمز اعمل لها ايه؟ ديفايدد 2. يبقى الاكس باور 2 ايكوال 50 ديفايد 2 كام؟ 25. يلا اخلص من الباور 2 ازاي؟ بالسكوير روت. فهتبقى عندي الاكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف 5. اوعى تنسى البوزيتيف نيجاتيف يا باشمهندس، دي اول حاجه اوعى تنساها. تاني حاجه اوعى تنسى تكتب سوليوشن سيت اهو، بوزيتيف نيجاتيف 5. كلام جميل يا مستر، شكرا. يلا بينا نخش على بعده. بيقول لك ايه؟ x باور 2 minus 5 equal 2. احل المساله دي ازاي؟ يلا بينا. انا عندي النيجاتيف تروح ايه؟ بوزيتيف، يبقى انا عندي الاكس باور 2 equal 5 بلس 2 كام؟ 7.
يلا بينا اخلص من الباور 2 ازاي؟ بالروت. يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف روت 7. طيب ده كلام منطقي وجميل. اسيبها كده وامشي؟ لا، لازم اكتب له سوليوشن سيت. صدقني في ناس توصل لحد هنا وبتنقص برضو. سوليوشن سيت بوزيتيف نيجاتيف روت 7. مستر انا مش عايز اكتبها كده، ينفع اكتبها السوليوشن سيت بتاعي روت 7 ونيجاتيف روت 7؟ يا عم انت زي الفل، الاثنين صح. دي صح ودي صح، مفيش اي فرق معايا. طيب تعالى معايا في السؤال الثالث. 3x باور 3 بلس 7 equal 31. حلو، يلا بينا واحده واحده بقى. البوزيتيف هيروح ايه؟ نيجاتيف. الله يا مستر، يبقى 3x باور 3 equal 31 ماينس كام؟ 7 تدينا كام؟ 24 يا جماله. طيب ده تايم، اعمل له ايه؟ ديفايد 3. فيبقى الاكس باور 3 equal 24 ديفايد 3 تدينا كام؟ تدينا 8. يلا بينا. الباور 3 يا مستر انت بتغيره بالايه؟ بالسكوير روت؟ اوعى، لا ده باور 3 اطيره بالكيوبيك روت. طيب لما اجي اطيره بالكيوبيك روت هيبقى الاكس ايكوال كيوبيك روت ال 8. اجي احسبها على الاله، كيوبيك روت 8 بكام؟ هتدينا 2 صح؟ يبقى اكتبها 2 عادي جدا اهي. يبقى السوليوشن سيت بتاعي اهو 2. اوعى تختار بوزيتيف نيجاتيف، مفيش حاجه اسمها بوزيتيف نيجاتيف هنا. الكيوبيك روت الترم بينزل باشارته، لو هو بوزيتيف انزل بوزيتيف، لو نيجاتيف ينزل نيجاتيف. ما تجدعش، تمام؟ ملهاش لازمه. طيب اللي بعده بيقول لك ايه؟ x باور 3 ماينس 11 equal 28. حلو قوي الكلام ده والله. يلا بينا الماينس تروح ايه؟ في البلس، يبقى x باور 3 equal 28 بلس 11. خلاص احنا بقينا جامدين يا باشا. 39. اطير الباور 3 ازاي؟ بالكيوبيك روت. يبقى الاكس equal كيوبيك روت 39. الله يا مستر، ما اعتقدش ان في شيء صعب هنا كده، الحياه حلوه. تيجي تكتب على الاله كيوبيك روت 39 تديك رقم وحش جدا. فبالتالي عشان خاطر ايه ما نقعش في الغلط، ما تكتبش الديسمال يا عم، سيبه كده. تقول له كده سوليوشن سيت يا باشا، لما جيت حسبتها طلعت كده كيوبيك روت 39. تمام؟ تمام. ايه المشكله اصلا؟ ده كلام تافه كله. يلا بينا نخش بقى على اللي بعده. الله، درس الانترفال وجمال الانترفال. طيب انا قبل ما اخش على الدرس ده انا عايز ادي لك نوت سريعه كده. ايه الانترفال دي يا باشمهندس؟ وايه الفرق بينها وبين الست؟ عشان انا بشوف حاجات غريبه والله. تمام؟ يلا بينا. اول حاجه عندي مثلا الفرق بين الست. انا خلي بالك انا هقعد اشرح هنا، يعني انا عايز كده المنظر ده ما تشغلش بالك بيه خالص، يعني الشغل ده كده انا مش هشتغل بيه دلوقتي، سيبك من السؤال. طيب تعالى معايا لما نيجي نتكلم مع بعض عن الانترفال. انا عندي يا باشمهندس الاكس ايكوال 3 و7 ماشي، والاكس ايكوال 3 و7. مستر ايه الفرق بين الاولى والثانيه؟ الاولى دي يا جماعه اللي هي البراكت بتاعها متدلع بيبقى اسمها 6، اتفقنا؟ طيب لكن دي اسمها انترفال، ده كده اول فرق. ايوه يا مستر برضو انا استفدت ايه؟ بص يا باشمهندس، الست دي يقصد بيها 3 و7 بس كده، بس مفيش حاجه غيرها. لكن ال 3 وال 7 في الانترفال يقصد بيهم ايه؟ يقصد بيها 3 وال 7 واللي بينهم، يعني 3 وال 4 وال 5 وال 6 وال 5.5 وال 3.4 و 4.7، كل الارقام الديسمال بالانتجر بتاعها كده بين ال 3 وال 7 معانا. طيب انا عندي كذا نوع بقى من الانترفال. اول حاجه الاوبن، اتفقنا؟ الاوبن انترفال. طيب الاوبن انترفال يا باشمهندس ادي الاكس مثلا ايكوال نفس الاكزامبل ادي 3 و7. طيب انا عشان ارسمه على النمبر لاين، او ايه معنى الاوبن انترفال اصلا؟ الاوبن انترفال يا جماعه هو يقصد بيها ان ال 3 مش معايا ولا ال 7 معايا، بس اللي بينهم ايه؟ معايا. فانا لما اجي احب ارسمها على النمبر لاين برسمها بالمنظر الجميل ده. بص كده، بكتب ال 3، بكتب الصغير الاول ادي 3 وادي ال 7. الله، في مشكله لحد هنا؟ لا تمام جدا. ابدا اوصل واوصل كده في النص. انا ما لونتش الدايره ليه يا مستر؟ عشان ال 3 مش معايا ولا ال 7 معايا، طالما البراكت مش باصص لي، باصص الناحيه الثانيه، فهي مش معايا خلاص. طيب تعال ناخد النوع الثاني اللي هو الكلوزد، اللي انا اصلا شرحته لك في الاكزامبل من الاول. لما اجي اقول لك الاكس ايكوال اهو 3 و7. يلا بينا يا باشمهندس. 3 و7 دي طالما البراكت باصص لي يبقى ال 3 معايا وال 7 برضو ايه؟ معايا. يلا بينا. فانا هشد خط جميل كده اهو، وادي ال 3 وادي ايه الايه؟
ال7. يلا يا باشا اوصل واعمل احلى شاورما على عيونك. صعبه؟ طيب حلو الكلام ده. اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ اوبن وكلوزد او كلوزد واوبن على حسب طبعا الايه الانترفال اللي بادئه بايه. مثلا ايه ادي الاكس ايكوال 3 و7. مستر انا عندي ال3 هنا اوبن وال7 كلوزد. هو يقصد ايه؟ يقصد ان ال3 مش معايا بس ال7 ايه؟ معايا يا جماله. يلا بينا اهو. ادي ايه ال3 وادي ايه ال7 الونها عشان هي معايا ها. واقوم اعمل احلى ايه شاورما على عيونك بالمنظر ده. اوعى تنسى تلون اللي جوه ها، ما تموتنيش من الضحك. طيب هي دي كانت الاشكال بتاعتي ماشي. وازاي اقدر ارسمها؟ تعال نشوف المسائل بتاعتنا مع بعض. خلي بالك انا بدي لك ايه هنت صغيره افكرك بيها الدرس. لو حكيت لي كل درس عن فكرته احنا الفيديو يخلص 3 ايام باذن الله. فانا بجمع لك ايه النقط المهمه اللي خليك تفتكر تقول لك انت قصدك الدرس ده اللي هو ماشي يلا بينا نحل عليه. فاهمني؟ ده اللي انا عايز اوصل لك ليه، ده بجد مش بهزر والله. طيب تعال معايا بقى نمسح بقى وجع القلب ده. ويلا بينا بقى يا باشمهندس ايه نشتغل الشغل بتاعنا بقى، عشان احنا ورانا ليله طين النهارده. يلا ربنا يستر. بص يا باشمهندس، اول سؤال عندي بيقول لك ايه بقى؟ خلينا نبدا احلى. بيقول لك ايه؟ using the opposite number line consider the intervals الاكس عندي من نيجاتيف انفينيتي ل 4 وعندي الواي من 2 لانفينيتي. بيقول لك ارسم لي على النمبر لاين الجميل الشياكه ده مين؟ من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 4 ومن ال 2 للانفينيتي، وعايز الاكس انترسكت الواي. عينيا الاثنين. يلا بينا يا باشمهندس. انا بدل ما ارسم نمبر لاين واحد ممكن ترسمها باثنين نمبر لاين، او ممكن ترسم الاثنين على نفس النمبر لاين بس بشياكه. خلي بالك يعني اللي بيسمح بكده امتى اسمح ان انت تعمل الاكس والواي على نفس النمبر لاين؟ لما تعملها بالشياكه. طيب الاسئله دي بالذات لما تيجي تحلها انا عايز منك قلمين، قلم رصاص وقلم ازرق. اتفقنا؟ ما تجيبش قلم الوان عشان في الامتحان لما تيجي تحل برضو بالرصاص وبالجاف. طب يلا بينا. تعال نرسم ايه اول واحده ايه. بيقول لك اول واحده بيقول لك ايه من نيجاتيف انفينيتي لحد الفور. طيب اول حاجه عندي اسالك سؤال. هنا النيجاتيف انفينيتي عشان تبقى عارف، وهنا الانفينيتي. عظيم. طيب يلا بينا. اول حاجه عندي ايه؟ نيجاتيف انفينيتي ل4. في النيجاتيف انفينيتي اهي لحد ال4 اهي. طيب ال4 هنا اوبن ولا كلوزد؟ اوبن، فانا هعمل الدايره وما الونهاش. ومش هعمل ايه؟ مش هلونها. واقوم ماشي بقى معلم خط 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 طويل كده، واعمل له كده، واقعد الون 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 الون. تمام؟ في مشكله لحد هنا يا جماعه؟ الموضوع سهل اهو. طيب تاني حاجه انا عايز ارسم ال2 الانفينيتي، فانا اقوم مغير اللون. معلش انا معيش رصاص وجاف فهلون بالاسود بقى. تمام؟ يبقى الواي هلونها بالاسود. انا عندي 2 اوبن وانفينيتي. بالمناسبه معلش يا جماعه دي غلطه، المفروض تبقى الانفينيتي دايما والنيجاتيف انفينيتي اوبن. طيب ال2 والانفينيتي صح؟ ال2 عندي اوبن اهي، اعملها اوبن كده مش هلونها لحد الانفينيتي، يعني هلونها كده اهي. تمام؟ واقوم ايه؟ عامل خط كده. لو انت انسان منظم بص منظر الرسمه. تعالى انا هقف بعيد والله زيك اهو. بص تحفه. لو انت موضح لي في الرسمه الفرق ان في اكس وفي واي ودي فين ودي فين، انا خلاص هتعامل معاك عادي. تمام؟ انت بتعك الدنيا اعملها زي ما انت متعود عليها. مثلا لو حد علمك بالطريقه دي نمبر لاين هنا ونمبر لاين هنا برضه صح وزي العسل. بس ده صح وده صح. طيب انا عايز فايند الاكس انترسكت الواي. الانترسكت دي يا جماعه يقصد بها ايه؟ يقصد المتكرر. ماشي؟ الايه؟ المتكرر او المشترك. تعال نكتب المشترك اسهل. تمام؟ من الاخر كده يا جماعه بقى، يعني انا بدور على اللي اتلون مرتين. بص كده تعالى بعينك، ايه الحته او ايه المكان بالظبط اللي اتلون فيه مرتين؟ هتلاقي الجزئيه دي. بص من اول هنا كده اهو. تمام؟ لحد هنا اهو كده. تلاقي دي متلونه مرتين بازرق واسود صح؟ خدنا بالنا مش كده؟ يبقى انا عندي ال2 وال4. من ال2 لل4 دي اللي متلونه مرتين. طيب يلا بينا. انا عندي ال2 هنا ايه؟ اوبن، يبقى انزلها اوبن زي ما هي. عندي الفور هنا ايه برضو في الرسمه او هنا اوبن، فانزلها اوبن برضو زي ما هي. طبعا في لعبه كده كنا بنلعبها مع بعض بقول لك عليها ايه، عشان تجيب الانترسكشن دايما بتاخد الصغير من الثانيه والكبير من الاولى. صح كده؟ بس الصغير اللي هو 2 في الثانيه اهو، والكبير من الاولى اللي هو ال4. دي اللعبه دي شغاله واللعبه دي برضو ايه؟ شغاله. في مشكله؟ ما اعتقدش ان شاء الله ربنا ما يجيب مشاكل يعني. السؤال ده جميل قوي. بيقول لك ايه؟
using the opposite number line consider the intervals الاكس ب 2 6 حلو الكلام والواي ب 1 و 3 وعايز الاكس يونيون واي. انا هرسم نمبر لاين تاني عشان هنا مش مكفي، معلش بقى استحملونا اهو تحفه. طيب يلا بينا. اول حاجه عندي ال2 لل6. فين ال2 اهي كلوزد الونها. يلا بينا لون يا معلم. الله اهو بص تقعد تلون 3 ايام بقى الشاشه تبوظ منك ربنا يستر. طيب وال6 برضو ايه كلوزد. 6 خليها هنا كده مثلا. تقوم موصل بالشياكه دي وتعمل احلى ايه احلى شاورما على عيونك. وادي ال6 اهي. طيب الراجل بيقول لك الثانيه ايه 1 و3. 1 و3 يلا بينا. يبقى ادي ال1 اوبن. بس خلي بالك بس عشان في حاجات بتضحكني جدا. يعني انت ال1 و3 تفتكر هتحط ال1 بين ال2 6؟ يعني انت بتيجي تعد تقول 2 1 3 4 5 6 ولا بتعد 1 2 3 4 5 6؟ 1 2 3 4 5 6. فبالتالي ال1 لازم احطه بره يا جماعه هنا اهو كده بالمنظر ده اهو. ده اوبن صح؟ اخليه اوبن والله ما ملونه. وادي ال3 هنا ماشي اهي. اهي كده بالمنظر ده الونها عشان معانا اهي. تكتب تحتيها 3 اهي. في مشكله؟ يلا بينا. او موصل. سامحوني يا جماعه انا طبعا الدوائر والرسم مش طالعه احسن حاجه بس عشان خاطر ايه يعني الشاشه عماله القلم بيروح ويجي معايا يعني بس هي دي الفكره. طيب واحده واحده او ملون اللي بينهم. يلا بينا. الراجل ده عايز اكس يونيون واي. اكس يونيون واي يا جماعه دايما اللي كنت بقولها لايه لطلابنا وحبايبنا وقلت لك قبل كده مليون مره. اليونيون يقصد بيه ايه؟ كل حاجه. يعني من اول ما بدات ارسم لحد ما وقفت. انا بدات ارسم منين؟ من ال1 صح؟ وقفت فين؟ عند ال6. يلا يبقى انا عندي كده ال1 وخلصت عند ال6. يلا بينا. انا عندي ال1 هنا اوبن فخليها اوبن. طيب عندي ال6 هنا كلوزد فخليها ايه؟ كلوزد. كلام جميل جدا. طيب يلا بينا. using the opposite number line بيقول لك الاكس ب 2 6 والواي ب 0 5 وعايز الاكس ديفرنس الواي او الاكس ماينس واي مش هتفرق. طيب تعالى معايا كده نرسم النمبر لاين الاول. طيب اول حاجه الاكس ب 2 6 برضه هي مستر والله يا عم والله اسئله التقييمات كده فاهم يعني. ده السؤال اهو بيقول لك 2 6 يبقى انا عندي ال 2 اهي الونها عشان هي كلوز ده اهي. وادي ال 6 اهي. واوصل ما انساش اعمل الخط الجميل ده. طيب ادي ال 2 وادي ال 6 اهي. طيب ركز معايا بقى. الراجل ده عايز من الزيرو لل5. الزيرو اكيد قبل ال2 وال5 هنا فادي ال5 مثلا هنا وادي الزيرو اهو. الزيرو اهو يا جماعه واخليه او تعالى نعكسها. نعكسها ازاي؟ نخلي الرقم اهو ماشي واخلي هو اوبن فاعمله دايره ايه كده ايه اوبن. اتفقنا. وال5 كلوزد اهو ادي ال5 اهي. ال5 هنا اخلي ال5 هنا ايه كلوزد. طيب يلا بينا الون الجزئيه دي. معلش يا جماعه الدوائر طالعه معايا كبيره وعش صعب انا عارف معلش. طيب يلا بينا ابدا اوصل. اهو. يلا بينا نتكلم بقى بالايه بالبلدي كده. الراجل بيقول لك عايز الاكس ديفرنس الواي. يعني هو بيقول لك بمعنى صح انا عايز اللي في الاكس ومش عند الواي. عايز اللي عند الاكس ومش عند مين؟ اللي عند الواي. طيب بص كده الحته اللي ملونه بالاكس دي اللي فوق صح؟ مين الجزء اللي متلون لوحده يعني مش مشترك؟ يعني بص كده شايف دي كده هتلاقيها مع بعض صح؟ متلونين مع بعض. مش الجزئيه دي يا جماعه بس هي الوحيده اللي لوحدها صح كده؟ صح جدا. طيب يبقى مين اللي لوحدها على جنب كده 5 و6. دي كده اول حاجه. تاني حاجه بقى انا عايز الفليكس بس صح؟ طيب ال6 دي يا جماعه سوري ال5 دي في الواي ولا في الاكس؟ دي في الواي يا مستر. دي كده عدوي مش معايا تمام؟ يعني هو مش مع الاكس هو مع الواي. طيب يعني الواي هنا كلوزد صح؟ يبقى هعكسها. في مشكله؟ تاني يبقى انا يا مستر ليه عملتها اوبن؟ عشان خاطر هي كلوزد في الواي مختارها. فقلت لها خلاص تبعدي عني انت خلاص اوبن. والعكس صحيح لو كانت دي اوبن كنت هخلي دي كلوزد اقول خلاص تعالي انت معايا. اتفقنا؟ طيب تعالى معايا ال6 هنا يا جماعه ها دي كلوزد ودي من جيش الاكس يعني تبعنا مش علينا
تعالى يا عم طالما انت تبعنا انزل يا باشا. لذيذه والله، درس يعني لطيف. انا عارف طبعا دفعه تاني اعدادي بتعشق درس الانترفال ده، ايه موت، مش قادر اقول لك يعني. طيب بص يا باشمهندس، تعالى نحل عليه تاني. بيقول لك ايه؟ which of the following numbers is an irrational number. حلو الكلام. مين فيهم كيو داش؟ مين فيهم كيو داش؟ طيب مبدئيا دي احنا لسه قايلين عليها من شويه، دي كيو عاديه. طيب روت 7 مستر كيو داش اعرفه منين؟ حضرتك بتكتب الفاليو اللي عندك دي على الاله وتدوس ايكوال، ما طلعتش فراكشن طلعت ديسيمال طويل يبقى ده كيو داش على طول. جرب تعمل روت 7 كده، لو عملت روت 7 هتطلع معاك ايه؟ 2 بوينت ارقام كتير قوي. تمام؟ طيب ما اديتش فراكشن صح؟ طالما ما اديتش فراكشن يبقى دي الاجابه تبقى بي. ودي برضو معانا ودي معانا، دي كيو ودي كيو بالمناسبه يعني، دي كيو ودي كيو. فالاجابه بتاعتنا الصح هي ايه؟ روت 7. طب اللي بعده بيقول لك ايه؟ The intervals that express 2 5 open union ال 2 وال 5 set. بص يا باشمهندس، لو انا عندي انترفال حلو الكلام مع ست، واحده اوبن حلو الكلام والست معانا، يعني واحده واحده. يعني انا يقصد هنا ايه مثلا؟ ال 2 وال 5 يقصد اللي بين ال 2 وال 5 ماشي، وهجمعهم مع مين؟ هجمعهم مع 2 و 5 شخصيا، فهتدينا ايه؟ 2 5 بس ايه بقى؟ بس كلوزد. احفظها كده، لما يكون اوبن انترفال ماشي يونيون ست الاثنين نفس الارقام تبقى دي كلوزد على طول. ودايما ده على فكره سؤال بيجي في الامتحان بالمناسبه يعني. طيب تعالى معايا، السؤال ده عايز ايه يا باشا؟ بيقول لك using number line. يلا بينا نرسم على النمبر لاين. بيقول لك ايه؟ consider the intervals x equal 3 و 4 وال y equal 1 و 3. ال 1 open 3 closed. عايز ايه الاكس يونيون واي يا باشا؟ عندنا الاثنين، يلا بينا اهو اهو اهو. تمام؟ الاكس ب 3 و 4 ادي 3 الون وادي 4 الون. يلا يا باشا اوصل تانية 1 و 3 ادي ال 1 ال1 اوبن خلاص يبقى اوبن وادي 3 كلوزد. طيب اهي يا عم اوصل طيب يلا بينا واحده واحده. وعايز يونيون ده من اول ما بدات لحد ما خلصت. انا بدات منين؟ بدات من ال1 في الرسمه صح، وخلصت فين؟ عند ال4. انت عايز تطلع على فكره مستر بصراحه انا عايز اقول لك حاجه، معلش انا قطعتك وانت بتتكلم. اتفضل يا حبيبي قول. بص يا مستر انا دلوقتي في الرسم بي، انا في الرسم حاجه ما حصلتش، حاجه توجع البطن، فانا هحاول ارسم اي حاجه ههبط كده اي كلام، وعلمني طريقه اعرف اطلع بيها اليونيون والانترسكشن من غير لو ما فيش رسمه مثلا او انا طلعت رسمه عك. طيب تعالى معايا. يونيون دي يا جماعه انا اقصد بيها بختار اصغر رقم موجود عندي في التو انترفلز واكبر رقم موجود في الانترفلز. طب تعالى معايا، اصغر رقم في الاثنين دول ايه؟ ال1 صح اهو، ادي ال1 هو اوبن خليه اوبن اهو. طيب اكبر رقم في الاثنين ايه؟ 4 يبقى هنا 4 وتبقى كلوزد زي ما هي معموله بالظبط. بس كده. صعبه؟ ما اعتقدش ان فيها اي حاجه ان شاء الله. خش على اللي بعده. Using the number line consider the intervals 3 و 6 والy 1 و 3. طيب قبل اي شيء برضو هنرجع تاني لنفس الشخص اللي بيجي يرسم رسمه تقرف الكلب. طيب فانا هعلمك ازاي تعرف تطلع الانترسكشن، بعد كده هنطبقه في الرسمه. يلا بينا. اول حاجه عندي ايه؟ مستر قال لي انا باخد الكبير في الثاني ماشي، سوري الصغير في الثاني والكبير في الاولاني. الصغير في الثاني يعني مين؟ ال1 ماشي. الكبير في الاولاني يعني مين؟ يعني ال6. ده انت كده انت بتعمل ايه؟ بتجيب يونيون ها، مش انترسكشن. طيب لو انت عايز تجيب الانترسكشن هتعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ واحده واحده بقى وركز معايا. ادي 3 و6 وادي ال1 و3. مين الاولى؟ اهي. ومين الثانيه؟ اهي. انا باخد الصغير في الاولى سوري في الثانيه والكبير فين؟ في الاولى. طب تعالى نطبق مع بعض بقى عشان احنا ايه اتخنقنا. بص يا باشمهندس ادي 3 و6 اتفقنا؟ يلا بينا. ادي ايه 3 وادي اهي 6. عظيم كده. يلا يا باشا. طيب وادي 1 و 3 وادي 1 اهي اوبن وادي 3 كلوز. عامة احنا لسه رسمينها من شوية اهي اوبن وادي 3 كلوزد اهي.
يلا يا جماعه الانترسكشن فين؟ لو خدت بالك الحته الوحيده اللي متلونه هي دي اللي هي 3، فهتبقى الاكس انترسكت الواي عند ال 3 فقط، فاعملها في 6 عشان هي اللي متكرره الوحيده مفيش غيرها تاني. طيب كلام جميل. خش على اللي بعده. بص الاسئله دي جميله قوي، يعني مش قوي بس يعني قشطه، هي اسئله تقييمات بتاعت الوزاره، فانت كده كده فامثل حاجه ليها لانها اكتر حاجه تيجي منها وخلي بالك يعني. طيب بص يا باشمهندس، if ال x over 3 root 2 equal y over 2 root 5 equal 1، عايز الفاليو بتاعت ال x باور 2 بلس y باور 2. طب ما واحده واحده، انا عندي fraction equal fraction equal 1، fraction equal fraction equal 1. طب تعالى نمسك كل واحد لوحده. لما اجي اقول لك ال x over 3 root 2 equal 1، انا اي فراكشن عندي في الدنيا يا جماعه عشان يساوي 1 لازم يكون اللي فوق قد اللي تحت، اللي فوق قد الايه؟ اللي تحت. طب انا عندي اللي تحت ب 3 روت 2، يبقى اللي فوق برضه لازم يبقى ايه؟ 3 روت 2، يبقى الاكس ايكوال 3 روت 2. نفس الكلام اشتغل هنا. خلاص يا مستر انا فهمت بقى من الاولى، انت قلت لي ان انا عندي اي فراكشن ايكوال 1 فطبيعي ان اللي فوق قد اللي تحت، صح؟ يعني دي 3 روت 2 فدي برضه 3 روت 2، دي 2 روت 5 فدي برضه 2 ايه؟ روت 5، يبقى انا عندي الواي ب 2 روت 5. يلا يا باشا هو طالب ايه؟ هو طالب اكس باور 2 بلس واي باور 2. تعال نعوض يلا بينا على الاله بقى. 3 روت 2 باور 2 بلس 2 روت 5 باور 2 تطلع بكام؟ والله دي هتبقى 18 ودي تبقى 20 فتبقى 38. راجع ورايا راجع. طيب قوي. نرجع لموضوعنا. بيقول لك ايه بقى السؤال الثاني؟ if ال a روت 3 minus 3 روت 3 equal 5 روت 3. بص يا مستر هم كلهم نفس الروت صح؟ كنسل كنسل كنسل. انا راهن ان هي جت السؤال ده على فكره جه لكذا اداره في امتحان الشهر اللي هو نوفمبر، سوري بتاع اكتوبر، ماشي؟ فانا براهن اهو، فبعد اذنك ركز ما توقعش الحاجات العبيطه دي. بص ادي روت 3 يا جماعه طيرته ملوش اي لازمه بالنسبه لي، فاصبح ال a minus 3 equal 5. اخواتي في الله ده نيجاتيف يروح ايه؟ برافو عليك بالبوزيتيف صح. 5 بلس 3 كام؟ تطلع 8، يبقى الاجابه بتاعتي 8. تمام. اتمنى ما يكونش فيه مشكله لحد هنا. طيب بص يا باشمهندس السؤال الثاني ده خلي بالك بيتحل بكذا طريقه، بس ده كان موجود في التقييم ساعه يونت 1، كنت انت لسه برضو ما خدتش ايه جريتس كومن فاكتور والكلام الهيصه ده، تمام؟ فانا لما اجي احلها بقى ايه؟ بالحب. تعالى اقول لك ازاي نقدر نحلها بالحب واحده واحده. بص يا باشمهندس find in the simplest form root 5 minus 2 all power 2 plus root 5 plus 3 في root 5 minus 2. اعتقد السؤال ده هيبقى اشيك واشيك اكتر واكتر لو كانت دي بلس 2، بس ده اللي موجود يبقى انا هشتغل بيه، ده جه في التقييم بالظبط وانا رحت نقله بالظبط، ماشي؟ مش هقول لك بقى انا اللي مالفه وبتاع، لا ما حدش بيالف ماث مبدئيا يعني، فاهم؟ يعني خلينا صراحه مع بعض شويه. فده سؤال تقييم يا باشا جاي من الوزاره، هات يا باشا حطه واشتغل. طيب يلا بينا نحلها ازاي؟ اول حاجه عندي براكت باور 2. انت السنه اللي فاتت اتعلمت ازاي تفك براكت باور 2، كان يجي يقول لك ايه؟ الاول باور 2 والتاني باور 2 والاول في التاني في 2، او الفيرست باور 2 بلس السكند باور 2، وبعد كده بتبقى ياخد نفس الساين الفيرست تايم سكند تايمز 2. طيب يلا بينا. الاول باور 2 يا جماعه روت 5 باور 2 بكام؟ والله لا اكتبها بالتفصيل اهي. الاول باور 2 اهي بلس التاني باور 2، دي ماينس تنزل ماينس، الاول في الثاني في 2 اهي 2 تايمز 2 تايمز روت 5. عظيم. بلس يلا بينا. مستر علمني قبل كده في اولى اعدادي لما يكون عندي 2 براكتس تايمز بعض افك ازاي 2 براكتس دول؟ الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني. تعالى بقى لشباب ايجيبت يلا بينا. فيرست تايمز فيرست او سوري بلس فيرست تايمز سكند بلس سكند تايم فيرست بلس سكند تايم سكند. طيب يلا بينا. اول حاجه الاول مع الاول والاول مع الثاني. يلا بينا. روت 5 تايمز روت 5 على طول بقى ب 5، ماشي؟ وروت 5 تايمز نيجاتيف 2 تدينا النيجاتيف 2 روت 5. شكرا. خش على اللي بعده. الثاني مع الاول والثاني مع الثاني يبقى 3 تايم روت 5 تبقى بوزيتيف 3 روت 5. احنا هنحاول على قد ما نقدر يا جماعه ان احنا ناخد نحل ستيبس كتير عشان ناخد الفول مارك، بس مش معنى كده ان انت تبقى ايه تعملي موضوع تعبير، يعني الموضوع مش مستاهل. طيب تعالى معايا بقى. انا هجمع
اللايك تيرم، يعني ده 5 وده 2 وده 5 وده نيجاتيف 6. يلا 5 بلس 5 10، 10 بلس 2 12، 12 ماينس 6 تطلع 6. كلام جميل. يلا بينا. نيجاتيف روت 5 4 روت 5 ماينس 2 روت 5 بلس 3 روت 5 تطلع كام؟ نيجاتيف 3 روت 5، وتسيبها وتمشي. شكرا. طيب سؤال تقيل يعني، انت فاهم؟ عارف لما اكون كده اللي هو ايه، ما علينا. يلا انت عامه فاهمني. بيقول لك make the denominator of the number 6 over root 3 integer. بيقول لك انا عندي حته denominator اهو يا معلم، انا على الله حكايتي عايز اخليه integer. يا عم حاضر، اخلي الدينومينيتور integer ازاي؟ انا عندي 6 over root 3. طبعا دي لما تجي لك تشوز تكتبها على الاله وتدوس ايكوال، الموضوع منتهي. هنا مساله عاديه، فانا لازم احلها بايه؟ بستيبس. الله ينور عليك. طيب انا عشان اطير الروت هعمل ايه؟ هعمل تايمز روت 3 وروت 3. روت 3 فوق وروت 3 تحت. تقول لي الله، طب ليه يا مستر؟ عشان شكل المساله ما يتغيرش. يعني انت ما ينفعش تعمل تايمز روت 3 بس تحت، لا لازم مره فوق ومره تحت. يلا يا باشا ترصها على الاله الجميله، تدي لك كام؟ تدي لك 2 روت 3. تبقى انت زي الفل. سؤال زي ده على فكره انا اخاف يجي لك، يعني سؤال زي ده انا اخاف يجي لك، فركز معايا عشان هو جميل قوي وحرام يعني تضيعه من ايدك. يقول لك find the area of the opposite rectangle، ومدينا اهو اللينث والويدث والحياه حلوه خالص يعني. طب انا احلها ازاي؟ بص يا باشمهندس، الاريا اوف ريكتانجل بتساوي ايه؟ ها؟ الله ينور عليك، لينث تايمز ويدث. برافو عليك شاطر. يعني هو الاريا بتساوي لينث باي ويدث. طب تعالى معايا بقى، هنشيل اللينث ونحط مكانه ايه؟ 3 روت 5 بلس 2 و3 روت 5 ماينس 2. يا مستر طب انا مش عارف مين فيهم اللينث ومين فيهم الويدث. يا عم مش فارقه معايا، اعملهم تايمز بعض وخلاص. انا مش فارق معايا مين الاول، كده كده هتعملهم تايمز. طيب ادي 3 بلس 2 وادي 3 روت 5 ماينس 2. طبعا الحته دي انت اتعجنت فيها في اولى اعدادي، الطريقه دي اتعجنت فيها. كان يجي يقول لك لو نفس البراكت، لو هنا براكت تايمز براكت والاثنين زي بعض بس هنا بلس وهنا ماينس، او هنا ماينس وهنا بلس، بحلها ازاي؟ بعمل الاول باور 2، الفيرست باور 2 ماينس السكند باور 2. انت على فكره انت مش مجبر تعمل الخطوه دي، انت لحد هنا ولو حسبتها على الاله انت ممتاز، انت عسل. تمام؟ عايز تحط التاتش بتاعك ومتاكد انك هتحلها صح ماشي، لكن تحط التاتش بتاعك وتعك انت كده عيان، كده عايز تكشف. طيب يلا يا باشا اكتب دي على الكالكوليتر تديك كام ودي كام، تطلع 45 ماينس 4 تديك 41. كلام جميل والله يا مستر، الله اكبر عليك ما شاء الله. طيب خش على اللي بعده. بص يا باشمهندس، هنا بقى الموضوع في اللطيف منه جدا. لطيف منه ازاي؟ انا هقول لك حالا. بص يا باشمهندس، احنا هنبدا مع بعض ان شاء الله في تقييم جديد، او مش معنى صح تقييم جديد، احنا دلوقتي وصلنا لحد الاوبريشن اون ريل نمبر. اوبريشن اون ريل نمبر. طيب تعالى معايا بقى. كيوبيك روت 2 بلس كيوبيك روت 2 كتبتها على الاله هتديك ديسيمال طويل قوي، كتبتها على الاله هتديك ديسيمال ايه؟ طويل جدا. طيب واحده واحده، هي المفروض اصلا ادي واحد وادي واحد صح؟ مش دول نفس الترم ونفس الروت ونفس كل حاجه؟ اه، واحد زائد واحد يساوي ايه؟ 2، يبقى 2 كيوبيك روت 2. احسب على الاله وزي ما تطلع ودوس ايكوال، هيديك رقم معفن قوي كبير كده. تمام؟ قارن الرقم اللي يطلع لك ده بالاجابات دي، يعني احسب دي على الاله ودي على الاله ودي على الاله ودي على الاله، هتدي لك واحده منهم اللي هي دي. طبعا احنا بقى كابطال لو في حد مثلا جامد عايز يعرف ليه بقت كيوبيك روت 16 من غير الاله، انا هقول لك. شايف الترم اللي بره ده؟ هو هيخش جوه الروت، فعشان يخش جوه الروت بيخش عكس بالباور بقى، يعني فهيبقى كيوبيك روت 2 تايم 2 باور 3. اتفقنا؟ طيب يعني كيوبيك روت 2 تايمز 8، 2 تايمز 8 بكام؟ ب 16. شكرا. اللي بعده يا جماعه عايزه آلة مش محتاجه حاجه، هتطلع 5 ماينس 2 ايكوال 3. يلا يا باشا السؤال ده خلي بالك على قد كده تحس ان هو مرعب على قد ما هو لذيذ والله، مش ازمه يعني. طيب تعالى معايا بقى. بص يا باشمهندس، لو الاكس عندي بروت 2 ماينس 2 والواي عندي بروت 2 بلس 2، بيقول لك find in the simplest form الاكس واي والاكس بلس واي. طيب يلا بينا، انا هسمع كلامه. اول حاجه الاكس واي، تعالى معايا يا معلم. عشان احل الاكس واي هعمل ايه؟ ادي الاكس تايمز الواي، يلا بينا. يبقى مره
روت 2 ماينس 2 ومره روت 2 بلس 2. في مشكله؟ لحد هنا دورك انتهى. عايز ترصها على الاقل انت زي الفل، تطلع معاك نيجاتيف 2 وراجع ورايا. بس دي ما بتغلطش يعني عشان تبقى عارف. تمام؟ لو غلطت قطعها بسكينه تلمه كده عشان تبقى فاهم. طيب يلا بينا خش على اللي بعده. تاني طلب عندي ايه؟ اكس بلس واي. ربنا يستر ما غلطش في حسبه ولا حاجه دلوقتي. يلا بينا. هنا بلس، هشيل الاكس واحط مكانها روت 2 ماينس 2 يا جماله يا مستر، واشيل الواي احط مكانها روت 2 بلس 2. انت تحفه يا مستر. احسب عليها تديك كام؟ برافو عليك 2 روت 2. تحفه. يلا بينا نكمل. السؤال ده برضو جالك في امتحان الشهر، يا اما ده يا اما بدل ال 3 دي 7. ماشي انا متاكد. شوف هو انا مش ساحر، عارف بقول لك ايه، في كل الادارات اللي تتخيلها ولا تتخيلها. فركز معايا عشان الشيت ده مهم قوي. طيب يلا بينا. find in the simplest form cubic root negative 16 minus root 28 plus cubic root 54 minus 14 over root 7. يا مستر البيبي ده انت جايب لي سكوير روت على كيوبيك روت؟ هي خناقه يابا. معلش سؤال جه لازم نحله. طيب مبدئيا يا باشمهندسين انا علمتكم ان انا عندي حاجه اسمها منيو للسكوير روت. منيو السكوير روت اهو والكيوبيك روت. انا هكتبه هنا ايه يعني لعل وعسى تحتاجه. السكوير روت عندي يا جماعه بيبقى 4 9 16 25 هوبا 36 و100. دول اكتر ارقام هنحتاجها. تعالى معايا بقى هنا 8 27 64 125 و1000. اشهر الارقام اللي هحتاجها. طب تعالى معايا يلا بينا. ده كيوبيك روت نيجاتيف 16. مبدئيا انا بحب اخلي النيجاتيف بره، فهعمل نيجاتيف كيوبيك روت كده. وركز معايا اوعى ترصها على الاله، ما تموتنيش من الضحك مش هينفع. طيب نيجاتيف سوري كيوبيك روت نيجاتيف 16 انا خرجت النيجاتيف بره فيعتبر فاضل 16. طيب ال 16 دي يا جماعه انا عايز اعرف هي كام تايمز اي رقم من دول. فانا يا مستر مش حافظ جدول الضرب قوي، فهعمل ايه؟ همسك ال 16 اخش على المنيو بتاع الكيوبيك ده كيوبيك روت صح؟ هخش على المنيو هنا 16 ديفايدد 8 تدينا كام؟ تدينا 2 صح؟ 2 ده انتجر ولا فراكشن؟ لا انتجر عادي جدا صح؟ يبقى خلاص ينفع نختاره. يبقى نعمل كده 8 تايم 2. صعبه؟ موضوع سهل. تعالى معايا ماينس يلا بينا 28. ال 28 دي يا جماعه انا هدور على دي سكوير روت، فهدور عليها في المنيو بتاع السكوير روت. ايه يا مستر يعني ايه هدور عليها في المنيو؟ يعني هعمل 28 دي هجرب مره ديفايدد 4 وديفايدد 9 وديفايدد 16 وديفايدد 25 وهكذا لحد اما في مره فيهم لما اجي اعمل ديفايدد يديني رقم صحيح انتجر، يعني يديني 5 يديني 6 يديني 4 يديني 12 كده. فاهم قصدي؟ ما يدينيش فراكشن. لو اداني فراكشن ما ينفعش، انا بعمله تيست. طب يلا بينا نعمل تيست بقى. 28 ديفايدد 4 اكتب على الاقل تديك كام؟ 7 صح جدا. يلا بينا فهتبقى 4 باي 7. طالما طلعت انتجر يبقى اكتبه ما فيهاش اي مشكله. طيب يلا انت تطبق معايا بقى قول لي. ادي الكيوبيك روت ال 54 يا باشمهندس ادور عليها فين؟ في السكوير ولا الكيوبيك؟ برافو عليك في الكيوبيك اهو. مش هو ده؟ تعالى بقى انا بمثل لك اللي هيحصل وانت ماسك الاله وانا بمليك. اعمل 54 ديفايدد 8 تطلع كام؟ هتطلع 27 اوفر 4 تقريبا. 27 اوفر 4. هل دي رقم صحيح ولا فراكشن؟ طلع فراكشن صح؟ ارميها خش على اللي بعده. اعمل 54 ديفايدد 27 تديك كام؟ اديتك 2. 2 ده رقم صحيح صح مش فراكشن، يبقى ده نجح في التست. يبقى انا هعمل كده 2 تايم 27. انا كده فكيتها خلاص. ماينس انت كتر خيرك ان انت عملت مجهود في كل ده. دي انت ممكن تكتبها على الاله عادي ماشي. هتديك 2 روت 7. هتديك 2 ايه؟ روت 7. عشان تايمز فوق وتحت هتبقى 2 روت 7 فعلا. طيب يلا بينا. اول حاجه ال 8 تخرج بره الكيوبيك روت بايه؟ تخرج ب 2. بالمناسبه ما هو ده يخرج 2 لو خرج من الكيوبيك روت يخرج 2 وده لو خرج يخرج 3 اهو. معلش عشان بس العلامه دي بتاعت الشاشه. ودي تخرج 4 دي 3 اهي اكتبها هنا. ودي تخرج 5 ودي تخرج 10. ده يخرج كام؟ يخرج من تحت السكوير روت ب 2 وده لو موجود يخرج 3 وده لو موجود يخرج 4 وده لو موجود يخرج 5 وده لو موجود يخرج 6 وده لو يخرج ايه؟ 10. يلا بينا. ادي ال 4 تخرج كام؟ ده سكوير روت تخرج ايه؟ 2. فهتبقى سوري نبدا بدي الاول. يبقى النيجاتيف
بره اهي، و2 كيوبيك روت 2 ماينس، يلا ال 4 تخرج ايه؟ 2 روت 7 بلس 27 عندي تخرج ايه؟ 3. الله، يبقى 3 كيوبيك روت 2 ماينس 2 روت 7. يا ساتر يا مستري. اعمل ايه بعد كده؟ بجمع اللايك ترم بقى، الكيوبيك روت مع الكيوبيك روت والسكوير روت مع السكوير روت، يعني انا هبدل ده مكان ده وده مكان ده. يلا بينا. فهتبقى نيجاتيف 2، انزل انت كده زي ما انت اهو، وادي اهو هيتبدل هنا فيبقى بلس 3 روت 2. اوعى بقى تموتني بالضحك تقول لي يا مستر ده بلس فيروح هنا نيجاتيف، ما تبقاش غبي، انا برتب دي مش ايكويجن. طيب اهو ماينس 2 روت 7 وماينس تاني، بس عايزين نمسح الحته دي بس عشان ايه ما اختلطش عليك الامر في حاجه. ماينس 2 روت 7 تاني اللي هي اللي فوق دي. يلا بينا. نيجاتيف 2 بلس 3 على الاقل ما تشغلش دماغك تطلع 1، فيبقى 1 كيوبيك روت 2 اللي 1 ملوش لازمه اكتبه. طيب نيجاتيف 2 روت 7 ماينس نيجاتيف 2 سوري ماينس 2 روت 7 خسران 2 وخسران 2 يبقى انت خسران كام؟ 4، يبقى ماينس 4 روت 7. مساله جديده، في احتماليه بنسبه 2% بس انها تيجي. ده لو اللي عايز يحط الامتحان بقى يعني يكسر عظم وشك يجيبك كده فاهم وبنيات، بس ده الاحتمال الوحيد اللي تخليها تبقى كده، لكن غير كده الدنيا بخير ما تخافش. طيب تعالى معايا بقى. find in the simplest form root 3 power 6 times root 3 power 4 over root 3 power 5 times root 3 power 7. تعالى معايا. المستر قال لي انا في التايمز بعمل ايه الباور؟ بلس ولا ماينس؟ بلس، لكن في الديفايدد بعمل الباور ايه؟ ماينس، بس ده شرط يكونوا نفس البيز، يعني لو هنا 2 يبقى هنا 2، هنا 3 هنا 3، هنا روت 3 تبقى هنا روت 3، كده اقدر امشيها. يلا بينا. روت 3 تنزل. انا هعمل ايه يا اخواتي في الباور؟ هعمل له ابلس. يعني ايه بلس؟ انا اسف جدا على اللغه دي، ماشي وسيبها كده. انزل تحت هعمل ايه برضو؟ هبلس. يلا بينا. يبقى 5 بلس 3. اكمل. يلا روت 3 يا اخواتي اهو. 6 بلس 4 كام؟ 10. روت 3 5 بلس 3 كام؟ 8. الاوفر دي يقصد بيها ايه؟ ديفايدد، فالديفايدد ده بعمل ايه للباور؟ ماينس. شاطر. يبقى روت 3 انزلها كده جدعنه. 10 ماينس 8 كام؟ 2. احسبها على الاله تديك 3. ايه الجمال ده؟ جمال ودلال والله. طيب انت من حقك ان انت تاخد نفسك، احنا خلصنا يونت 1 خلاص، حاليا عليها كام كده سؤال حلوين من الاسئله بتاعه التقييمات، لسه هنبدا بقى نحل اسئله ميكس. انا عايزك كده تصحصح وتفوق معايا ما تنامش مني ها. خد بريك بتاعك، اضرب لك الايه البق النسكافيه بتاعك ولا القهوه ولا الكوفي ميكس ولا الشاي ولا الميه حتى، اشرب اي بقين كده فوق ما تنامش مني. تمام؟ ما تخرجش بقى من الفيديو وتقلب على التيك توك شويه والانستجرام شويه ولا بلاش قرف. خليك انسان كده راسي وهادي كده. انت هتقعد تذاكر يبقى هتذاكر، ما تروحش لاي حاجه تانية. تمام؟ او ترد على مسج كده ولا كده. اتفقنا؟ طيب خد نفسك ويلا بينا نبدا. يلا بينا يا باشا نكمل شغلنا. بص بقى، اول سؤال عندي في يونت 2 بيقول لك ايه؟ بيقول لك the greatest common factor of 3x power 3 plus 6x power 2. طب واحده واحده. greatest common factor ده بيبقى عباره عن حاجتين. مستر قال لي يا اما حرف متكرر يا اما رقم موجود في الاثنين موجودين في نفس التيبل بتاعه، او الرقم والحرف مع بعض. طب تعالى نشوف كده. اول حاجه اخد بالي منها ايه؟ 3x باور 3 بلس 6x باور 2. اللي متكرر في الاثنين الاكس. طب يا مستر معلش انا عندي x باور 2 x باور 3، انا اختار مين؟ بختار ام باور صغير. مين الصغير؟ ال2 ولا ال3؟ ها ال2 صح اهو. طب تمام جدا. يلا بينا. ادي 3 بقى وادي 6. انا كده هبدا اشوف الرقم هل ينفع ولا لا. ال6 في تيبل 3 اه في تيبل 3 3 باي 2 صح؟ خلاص يبقى تنفع، يبقى ناخد ال 3 معانا تبقى 3x باور 2. اللي بعدها بيقول لك ايه بقى؟ حب يستنصح قال لك ايه؟ بص يا معلم 5x باور 2 بلس 15xy ايكوال 5x ونقط. يعني هو خد لك الكومن فاكتور بره وبيقول لك اتفضل يلا ايه؟ املى لي البراكت ده. تعالى معايا. بص يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ 5x باور 2 انا عندي ال 5 بقت بره والاكس باور 2 يعني اكستين، خدنا اكس بره يبقى اكس ايه؟ جوه بلس. يلا بينا. 15 ديفايدد 5 كام؟ 3. الاكس راحت مع الاكس خلاص بره، اتبقى مين؟ الواي، فهتبقى اكس بلس 3 واي. زي الفل والله، حاجه في منتهى العسليه. يلا بينا. بص يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ فاكتورايز
بالذات المفروض the following polynomial taking out the greatest common factor. بيقول لك ايه؟ اعملي فاكتورايز باستخدام الجريتست كومن فاكتور. يا باشا عندنا الاثنين، يلا بينا. اول حاجه السؤال عندي بيقول لك ايه؟ 6x باور 2 minus 2x باور 3 plus 6x باور 4. كلام حلو قوي منطقي والله. اول حاجه المستر قال لي باخد اصغر باور للحرف المتكرر. انا عندي x واكس واكس باور 2 3 4، اصغر حاجه x باور 2 طبعا، فهناخدها بره. حلو قوي. يلا 6 و2 6 6 و2 و6. مين المشترك؟ مش ال 6 في تيبل 2؟ اه، وال 6 في تيبل 2 برضه؟ اه. طب خلاص ما تاخد ال 2 بقى يا عم، ما تتعبناش معاك. حاضر. وافتح براكت كده جميل ورايق. يلا بينا. اي حاجه عشان تخش لازم تعدي ايه؟ على الرادار ده الاول. 6 ديفايد 2 كام؟ 3. اكس باور 2 خدتها بره كلها في داهيه. ماينس 2 بره كلها خلاص شكرا. اكس باور 3 ثلاث اكسات مضروبين في بعض، وفي اكستين مضروبين في بعض بره، فاتنين يقفوا مع اتنين يبقى واحده، يبقى هنا اكس بلس 6 ديفايد 2 3. اربع اكسات وفي اتنين بره يبقى اكس باور 2. بص تاخد كده هوبا هوبا، تبقى انت انسان ممتاز وتاخد نجمه وتاخد قلب. خد قلبي يا ولا وانت شغال كده. اتفقنا؟ يلا بينا نكمل. x في x بلس 5 ماينس 3 في x بلس 5. انا عندي براكت اهو وبراكت اهو. طبعا يعني الكفيف هيشوفها يقول لي يا مستر ايه، انا عندي براكت متكرر صح؟ اقول لك يلا يخرب بيتنا بهتك، ايه ده؟ يعني هكتبها بره؟ اه يا مستر اكتبها بره. يا عم عندنا الاثنين. هيتبقى مين جوه؟ الاكس والماينس 3. يا عم عندنا الاثنين. طيب اهي، في مشكله لحد هنا؟ ان شاء الله مش هيبقى في مشكله، صدقني الموضوع عبيط قوي. يلا بينا. بيقول لك find in R the solution set of the following equation. بمناسبه انا منزل على يونت 2 فيديو تحفه، مراجعه يونت 2 اسمه كده، افتحه. صدقني هيلم لك الدنيا كلها في ساعه زمن. انا ما بحبش اعمل فيديوهات طويله عشان خاطر اي طالب في الدنيا هيمل. مفيش حد هيستحملني 4 ساعات، انا شخصيا ما بستحملنيش 4 ساعات، هتستحملني انت؟ فاهم؟ فانا هعمل حاجه بسيطه كده اللي هو ساعه ونص ساعتين الا. لو حاجه طويله شويه هتلاقيني بقسمها عشان ما تزهقش مني كده. ربنا يهديك يا ابني وتذاكر، ما فضلش غير انك تذاكر بس. طيب يلا بينا. بيقول لك ايه اول سؤال؟ عايز سوليوشن سيت بتاعت المساله دي. 5y باور 2 minus 25y equal 0. بص يا باشمهندس، انا عندي هنا كومن فاكتور فانا هفكر فيه. احنا اتفقنا مع بعض ان هو حرف ورقم، حرفه ايه ورقم. طيب انا عايز اقول لك بقى ايه اللي متكرر في الاثنين؟ الواي. شكرا. طيب ال 25 في تيبل واي ولا في تيبل 5 ولا لا؟ اه، يبقى ناخد ال5 خلاص طالما تصلح. ال5 بره 2 واي في واحده بره بقى واحده. ماينس 25 ديفايدد 5 بكام؟ برافو عليك ممتاز في جدول الضرب ب 5. الواي بره مش هكتبها ايكوال 0. ركز معايا في اللي جايه دي بقى عشان ايه؟ احنا نتكلم جد شويه. مستر انا عندي ترمين، ادي اول ترم ودي تاني ترم، تايمز بعض ايكوال 0، والاثنين فيهم حروف انا مش عارفها، فوارد جدا يا اما يكون الاول بزيرو او التاني بزيرو صح؟ فانا هقسمها التقسيمه الجميله دي، اقول له كده 5y ايكوال 0 او y ماينس 5 ايكوال 0. كده انا عندي كام احتمال؟ 2، الاول بزيرو او التاني بايه؟ بزيرو. دي تايمز اعمل لها ايه؟ ديفايدد، فيبقى الواي بكام؟ بزيرو برضه مش هتفرق. دي نيجاتيف تروح بوزيتيف، يبقى الواي ايكوال كام؟ 5. هتنزل وتسيب المساله دي تنقص، تبقى انسان بجد حاجه متعبه يعني. يلا بينا. 0 ايه؟ تكتب كده سوليوشن سيت الرايق ده يا باشا. يلا. حد عنده اعتراض لحد هنا؟ اتمنى ما يكونش في مشكله. يلا بينا نكمل. امسح، يرجع 3x باور 2 بلس 18x. يلا بينا. ايه المتكرر؟ الاكس كده كده باينه واضحه زي الشمس. هبص على الرقم الصغير ال 18 في تيبل 3. اه خلاص ناخدها، يلا بينا. 3 بره، اكس باور 2 منها واحده بره، يبقى اكس بلس 18 ديفايد 3 كام؟ 6. الاكس راحت مع الاكس تروح ايكوال 0. يلا بينا يا باشمهندسين. انا عندي حاجتين تايمز بعض ايكوال 0 زي ما المستر علمني، يا اما الاول بزيرو يا اما الثاني بايه؟ بزيرو. يبقى 3x ايكوال 0 او x بلس 6 ايكوال ايه؟ 0. كده كده خلاص ديفايدد 3 مش هتفرق، تبقى برضه بزيرو، ودي بوزيتيف تروح نيجاتيف تبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 6. اللون ده عاجبني، انا هكمل بيه كتابه. يبقى السوليوشن سيت بتاعي اهو، ادي الزيرو والنيجاتيف 6. مستر بحب انا بقى ايه الشاب اللي هو الايه الحنتوف بقى في الحل. مستر معلش يا مستر، لما جيت اكتب السوليوشن سيت كتبت نيجاتيف 6 الاول بعد كده 0. ما ايه المشكله يا معلم؟ هي يعني انت ايه قصتك؟ ايه الاوفر ده؟
تختلف في الانترفال بكتب الصغير بعد كده الكبير. انا معاك، لكن دي لا يا باشا، اي حاجه يجي على هواك اكتبها، المهم انك تكتب بس. اطلعي بقى ما تتعبناش. يلا بينا هنبدا بقى نحل ايه شويه اسئله كده ميكس. ماشي، خلي بالك انا عمال اوديك واجيبك. يعني ايه بوديك واجيبك؟ تاني بحل شويه من هنا على شويه من هنا على شويه من هنا. اشرب معايا نسكافيه اتفضل. يلا بينا. بص يا باشمهندس، مين في دول از نوت ريل نمبر؟ ريل نمبر يا جماعه الوحيد اللي هو ما ينفعش يبقى ريل نمبر هو يبقى روت جواه نيجاتيف، ده بيني وبينك. مين في هنا روت جواه نيجاتيف اهو؟ ده اسمه ايماجينري نمبر. لما تخش ثانوي او الله اعلم في مناهج جديده تبقى في سنه كام هتبقى تاخدها. تعالى معايا في اللي بعدها. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاكس سمولر ذان روت 15 سمولر ذان اكس بلس 1 then the value of 2x is equal to كام؟ يا عم سهله واحنا نخاف. المستر علمني حاجه، انا بشوف روت 15 تطلع بكام. اكتب كده روت 15 بكام؟ تطلع 3.9 تقريبا او 3 بوينت ارقام كده. انا مش فارق معايا الارقام دي ايه، سيبك منها. انا اهم حاجه عندي الرقم ده. ده كام؟ ب 3 صح؟ يبقى الاجابه 3 على طول. يبقى انت عندك كده الاكس بكام؟ ب 3. شفت كنت رايح اتهور وراح اجاوبها. لا تعال نفكر بقى. هو عايز فاليو اوف 2 اكس، يعني هعمل 2 تايمز الاكس، يعني 2 تايم كام؟ 3. يا جمالك يا مستري، تطلع بكام؟ ب 6. يلا بينا اهو السؤال ده برضو. يا جماعه انا بكلمك جد والله والله كمان مره، انت الحاجات دي اكيد 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 انت شفتها قبل كده وانت بتحل او جات لك في امتحان الشهر، انا واثق من ده. طيب يلا بينا. if a روت 3 بلس 3 روت 3 equal 9 روت 3. مستر قال لي اشطب. يلا a بلس 3 equal 9. بوزيتيف تروح نيجاتيف يبقى الايه بكام؟ 9 ماينس 3 كام؟ 6. اشكرك. طيب انزل على تحتيه. بص يا باشمهندس السؤال ده فيه غلطه. فايه الغلطه؟ احنا لسه هنتاكد منها دلوقتي. بيقول لك روت 3 اوفر كيوبيك روت 3 اول باور 6. اكتبها على الاله هيبقى فيها حوار اكيد. تعالى كده نكتبها على الاله عشان انا بصراحه عندي شك في مصداقيه السؤال ده اذا كان هو صح ولا غلط. عشان انا حاسس ان هي 3 روت 3، فلسه هنشوف. اهو بص براكت افتح، ادي روت 3 انزل روت 3 زيها سوري كيوبيك روت 3 اطلع فوق باور 6 طلعت ب 3. لا سوري السؤال صح ما فيهوش مشكله. انا مراجع عليه والله بس يعني دلوقتي وانا معاك كده شكيت فيه فجاه. طيب يلا بينا. السؤال الخامس بيقول لك ايه؟ The interval that express 104 open union 1. مستر قال لي لما يكون عندي interval ويونيون الست والاثنين نفس الارقام باخدها على طول. يعني دي كده ال1 ده موجود هنا صح؟ ده اوبن اخليه كلوزد يبقى كلوزد 1. طب الفور موجود هنا؟ لا، فهخلي الفور اوبن زي ما هي. مش عايز حد يضحك عليا ها؟ اوعى. طيب الان انترسكت ال1 وال4. باشمهندس في الانترسكشن باخد الصغير، باخد الايه؟ الصغير. فتعالى فكر معايا لان دي الناتشرال نمبر اللي هي 1 2 3 4 5 6 وهكذا. تمام؟ زيرو برضو معانا بالمناسبه يعني. طيب هو الناتشرال نمبر عامل ازاي؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا لحد اما تزهق صح؟ ودي 1 و4 غلبانه الساعه ده كده من 1 لل 4 انا يا دوب فاهم؟ لكن الناتشرال نمبر قد كده. انا علمتك في الانترسكشن باخد الصغير، باخد الايه؟ الصغير. ففكر معايا مين هنا الصغير؟ ال1 وال4 ولا الان؟ اكيد ال1 وال4. فهتبقى 1 و4 كلوزد. سوليوشن سيت x باور 2 بلس 25x ايكوال 0. يلا يا باشا حل المساله ازاي؟ مستر قال لي انا هشوف المتكرر، خد المتكرر كومن ايه؟ فاكتوري بقى x بلس 25 ايكوال 0. مستر علمني حاجه شيك، ايه هي؟ حاجتين تايمز بعض ايكوال 0، يبقى يا اما الاول بزيرو او الثاني بايه؟ بزيرو. يا جمالك يلا، بحبك وانت بتتكلم معايا والله. دي كده خلاص حلت نفسها اصلا. خش على البراكت الثاني بقى. دي بوزيتيف تروح نيجاتيف يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 25. فيبقى السوليوشن سيت بتاعي كام وكام؟ 0 ونيجاتيف 25. تعالى معايا في اللي بعده. Find in the simplest form 2 square root 32 plus root 18 plus root 50. طب تعالى معايا اكتب المنيو. ادي السكوير روت، انا عايز سكوير روت بس صح؟ يلا يا باشا ادي 4 ادي 9 ادي 16 ادي 25 و100 وكفايه على كده.
واحده واحده بقى، ركز معايا في اللي جاي ده. ادي 2 تنزل، الروت هفتح روت كده. ال 32 دي يا جماعه لازم الفها كده شويه على الايه؟ على كل واحده. يلا 32 ديفايدد 4 كام؟ هحسبها تطلع معايا ب 8. 8 ده انتجر صح؟ يبقى انا المفروض اكتب 4 تايمز 8. بس معلش ثانيه واحده، ممكن تجرب في ارقام ثانيه عشان خاطر انا بحاول اسعى لاكبر رقم ممكن. طب تعالى 32 ديفايدد 9 ما تنفعش. 32 ديفايدد 16 تدينا كام؟ تدينا 2. حلو، نفعت اهي صح؟ يبقى خلاص، يبقى هنحط 16 تايمز 2. الاولويه للاكبر يا جماعه. طيب بلس، يلا بينا روت، امسك ال 18 اعملها ديفايدد 4. لما تيجي تطلع معاك يا جماعه ديفايدد 4 تطلع معاك برقم مش حلو خالص، تطلع معاك 9 اوفر 2 باين. ده انتجر ما ينفعش. خش على اللي بعده. 18 ديفايدد 9 بكام؟ ب 2. 2 ده انتجر صح؟ خلاص يبقى ناخده معانا. يبقى 2 تايمز 9. يلا بينا بلس روت 50. روت 50 يا جماعه بتيجي تجربها برضو، تعمل لها ديفايدد لكل رقم. الوحيد اللي ينفع هو 25 على فكره. فهتبقى 25 تايمز 2. يلا خرج لي الدنيا بره. ده يخرج 4 صح؟ يبقى وفي 2. اوعى تقول لي 24 روت 2، لا تبقى 2 تايم 4. 2 تايم 4 كام؟ 8 روت 2 بلس ده 3 روت 2 وده يخرج 5 روت 2. عايز ترصها على الاله زي العسل، عايز تحسب بدماغك برضو زي العسل. 8 و3 11، 8 بلس 3 11 بلس 5 ايكوال 16 روت 2. تحفه، سؤال جميل. اللي بعده السؤال بيحب يحط التاتش بتاعه. يقول لك ايه؟ يقول لك in the opposite figure find the area of triangle. area of triangle بتساوي يا باشمهندسين، هاخد بق كده لحد ما ترد عليا. شاطر. half times base times height. يلا بينا. يبقى الاريا هتساوي ايه؟ half times البيز اللي هو مين؟ 4 روت 2 والهايت اللي هو مين؟ 2 روت 2. طبعا انت لازم تكتب الرول قبلها، يعني لازم تكتب لي كده half times base times height على الاقل يعني. طيب واحسبها عليها تطلع كام؟ دي هتروح مع دي ودي تبقى 2 وتبقى 8 اعتقد. تبقى 8 روت 2 تبقى 4 روت 2. لا 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 احسبوها عليها يا جماعه عشان الواحد خلاص دماغه باظت. تبقى 8 على فكره. طيب يلا بينا. بيقول لك انا عندي الاي ايكوال بروت 7 ماينس روت 5 والبي ايكوال 2 اوفر اي. فايند ذا سمبلست فورم الاي تايمز بي. طب ما واحده واحده، هو مديني الاي بكذا صح؟ بس البي قال لي 2 اوفر اي صح؟ يبقى البي ايكوال 2. اشيل الاي واحط مكانها كام؟ روت 7 ماينس روت 5. تسمح لي بعد اذن حضرتك ترص لي دي على الاله كده؟ تعالى كده نجربها. تعالى رصها على الاله، يلا بينا. لما اجي ارصها على الاله تطلع كام؟ يعني اكتب دي كده على الاله ودوس ايكوال، تطلع معاك روت 7 بلس روت 5. الاله ضربت في الكونجكت وروقت عليك وظبطت الدنيا. طيب يا باشا زي الفل، يلا بينا بقى. انا دلوقتي لما اجي احل المساله دي هعمل ايه؟ بص يا باشمهندس، ادي الايه، هو عايز اول حاجه ايه تايمز بي صح؟ يلا شيل الايه احط مكانها مين؟ روت 7 ماينس روت 5 تايمز الثانيه بكام؟ روت 7 بلس روت 5. تطلع كام على الاله؟ تطلع ب 2. ممتاز. طيب تعالى معايا، الاي ماينس بي يعني هعمل الاي اللي هي روت، وركز معايا في دي قوي 7 ماينس روت 5 ماينس وافتح براكت، اوعى تنسى تفتح البراكت ده. روت 7 بلس روت 5. وابوس ايدك ما تشغلش دماغك، احسب بالاله عشان خاطري. يلا بينا. دي هتروح مع دي وهتبقى نيجاتيف، تبقى نيجاتيف 2 روت 5 اعتقد. بالمناسبه بس عايز اعمل دي ايه، اشيل دي كده عشان شكلها وحش قوي. نيجاتيف 2 روت 5. كلام جميل قوي. بيقول لك ايه؟ السؤال ده بيقول لحضرتك find the value of x، ومدي لك الاكس اهي، x كيوبيك روت 10 ماشي equal كيوبيك روت 80 ماينس كيوبيك روت 270. سؤال كده عيان قوي يا جماعه. واحده واحده، هو ده بالتايمز صح؟ هيروح ايه؟ ديفايدد. هو بس عايز يخضك والله، مش عايزك تخاف اهو. يلا بينا. يبقى الاكس ايكوال، او مرصص الرصه الجميله، كيوبيك روت 80 ماينس كيوبيك روت 270
على كيوبيك روت 10 ورصها على الاقل عشان انا اصلا مش عارف افكر، مش قادر. بص كده معايا اهو، احسبها لك. كيوبيك روت 80 ماينس كيوبيك روت فين اهو 270 على استنى كده عشان دي اتعملت ايه روت. تطلع بنيجاتيف 1. شكرا. طيب يلا بينا. بيقول لك ايه؟ find the value of the following by extracting ال common factor greatest common factor. طب يا عم سهل، تعال معايا كده. 25 times 11 plus 25 times 18 minus 25 times 9. طالما قريت السؤال وعارف ان في greatest common factor، هنا مفيش حروف، دي مش x دي تايمز ها. فانت الحمد لله انت عندك الفكر، المفروض يعني ان انت تاخد اعلى رقم. مين اعلى رقم متكرر؟ مين اكتر رقم متكرر؟ ممتاز، ال 25 فعلا. يبقى 25 كده وافتح براكيتايه. يلا بينا. هيبقى هنا مين؟ ال 11. شكرا. بلس هيبقى مين هنا؟ 18. اشكرك. ده ماينس ينزل ماينس. هيبقى مين هنا؟ 9. اشكرك برضو. تطلع على القلب كام؟ تبقى 29 ماينس 9 تبقى 20. تطلع على القلب 500. يلا اللي بعده. 14 باور 2 بلس 14 تايمز 4 ماينس 14 تايمز 8. ايه اللي متكرر يا غالي؟ 14. خد يا باشا 14 اهي بره. يلا بينا. يبقى 14 عشان 14 باور 2 دي يا جماعه عباره عن 2. انا خدت واحده بره بقى واحده بلس. هيبقى مين هنا؟ ال4. اوعى تكتب بلس تايمز 4 ها، اوعى تكتب لي دي. لا انا هاخد ال4 بس عشان انا بشوف حاجات غريبه والله. معلش امسح يا عم يلا. ماينس دي خلاص راحت ودي ملهاش لازمه فهتبقى 8. يلا بينا. احسبها عليها تطلع كام؟ تبقى 140. ممتاز. طبعا في حد دلوقتي عنده شك ان انا ايه، حد قاعد جنبي بيماليني الاجابات. يلا بينا. بص يا باشمهندس، اجي احل دي ازاي بقى؟ يلا بينا. مين متكرر؟ تخيل. ها ايه ده؟ ايه المفاجاه دي؟ 45. انت ازاي ناصح كده يا ولا؟ طيب يلا بينا. يتبقى مين جوه؟ طير. يتبقى 55 بلس طير يتبقى 46 ماينس 45 بكام؟ ب 1. ايه يا مستر ال1 ده؟ ثانيه واحده بقى، ستوب يا مستر. يا باشا هو هنا ما بقاش حاجه صح؟ ال 45 نزلت هنا، خلاص احط مكانها 1. لازم لان انا المعلومه العلميه لحضرتك ان انا لما اخد كومن فاكتور اي حد عشان يخش البراكت ده لازم يعدي على الديفايدد. فلما اعمل 45 ديفايدد 5 تدينا كام؟ 1. لو عملت ده كله ديفايدد 45 يدينا 55 كده، بس انا بحاول اسهلها لك يعني. طيب دي هتطلع كام؟ هتطلع 4500. طيب يلا بينا نكمل. بيقول لك الاكس ايكوال نيجاتيف انفينيتي و10. عايز الكومبلمنت بتاع الاكس. كومبلمنت يا جماعه اللي هي الاكس داش، يعني اللي مش اكس. ماشي. طيب الاكس داش يا جماعه انا علمتك ممكن تقول كده ار اكسبت النيجاتيف انفينيتي و10، بس للاسف مش كل الناس بتقبلها. تعال نرسم بقى النمبر لاين بتاعنا اقول لك هتبقى عامله ازاي. فين النيجاتيف انفينيتي اهي وال10 كلوزد فهلونها. الله يا مستاري يا الوانك. دي 10 ها. طيب لا نمسح بقى عشان مش عايزين نتنى. امسح. اكتب. وصل. تحفه 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 تحفه. اللي مش اكس من اول فين؟ اي حاجه عكس الاكس ايه؟ من اول هنا لحد ايه؟ الاخر اللي هي الانفينيتي صح؟ طيب بس ال10 هنا مع الاكس، لكن اللي مش مع الاكس يبقى ال10 اوبن. يبقى الاكس ايكوال ال10 اوبن لحد الانفينيتي. ايه الجمال ده يا مستري؟ يا ده انت عينيك اللي حلوه والله، ربنا يسترك. طيب بص يا باشمهندس بقى، انا عايز احل مساله زي دي. طب انا هحلها ازاي؟ تعالى معايا. بيقول لك ايه؟ find the simplest form root 89 plus root 18 على root 50. يا باشا بص، طالما المساله فيها خطوات كتيره تعملها يبقى انت اول حاجه تفكر فيها بدل ما تستخدم المنيو وتتعب في قلبك تحسب كل حاجه لوحدها. ازاي؟ بص كده، امسك آلتك معايا. هنكتب روت 89 يطلع كام؟ 7 روت 2. يبقى هنا 7 روت 2 بلس روت 18 تطلع كام؟ 3 روت 2 على روت 50 5 روت 2. يلا بينا.
7 و 3 كام؟ 10 روت 2 على 5 روت 2. الروت 2 تروح مع الروت 2 يبقى 10 اوفر 5 بكام؟ ب 2. مستر انا عمري ما يبقى عندي القدره ان انا اعرف ان انا اطير الروت 2 دي مع الروت 2 دي. يا عم انت زي الفل، انت لو عملت كده وبعد كده حسبت اللي فوق لوحده على الاله طلع 10 روت 2 وحسبت اللي تحت لوحده اهو، صح؟ اكتب هنا كده، اكتب ده على الاله زي الفل، انا راضي، تطلع معاك 2 تاخد فول مارك وزي العسل. السؤال ده يا جماعه قبل ايه ده؟ سوري. السؤال ده يا جماعه معلش انا هعدله مع بعض وخلي بالنا ان انا عشان احل السؤال زي ده اهو ده تايمز. طيب بيقول لك find in the simplest form root 3 باور n و times root 2 باور n plus 2 over root 6 باور n. طب ما تيجي معايا كده نفكر في الحوار ده. بص يا معلم، انا عندي روت 3 باور n دي للاسف انا مش هقدر ابسط فيها حاجه، دي جايه جاهزه. تايمز الروت 2 للاسف برضو يا جماعه طيبه جدا مش هقدر اجي ناحيتها. طب الروت 6 عباره عن ايه؟ 6 يا مستر دي سيبك من الروت، فكر في ال 6. 6 دي مش بتتفك، ممكن تبقى 2 تايم 3 صح؟ طب يلا بينا. بص كده لو عملت روت 3 اهي تايمز روت 2 مستر دي باور ان، انا هحط الباور ان مع مين؟ مع ال 2 ولا مع 3؟ مع الاثنين، ما انت هتديهم الباورات بتاعتهم مش هيتفكت؟ ما ماليش فيه، كل واحد ياخد حاجته. طب حلو قوي، يلا بينا ركز معايا بقى. هي روت 3 باور ان وروت 3 باور ان مش زي بعض؟ اه زي بعض، فيبقى روت 2 باور ان بلس 2 اوفر روت 2 باور ان. الشرط يا جماعه عشان اطير ده مع ده لازم اعمل حاجه حلوه جدا، ايه هي؟ ان يكون نفس الترم بنفس الساين بنفس الباور، يعني نفس الرقم اللي جوه بنفس الاشاره بنفس الباور وبينهم تايمز، ساعتها اطير عادي. لو في تايمز هنا وتايمز هنا اطير عادي، اتفقنا؟ لكن لو بلس او ماينس ما ينفعش. طيب يلا بينا، ده كده ماينس خلاص انا كده فهمت، يبقى روت 2 عشان ده ديفايدد يبقى ان بلس 2 ماينس ان. ان ماينس ان اللي حصل باي باي، اتبقى روت 2 باور 2 تطلع بكام؟ ب 2. طيب يلا يا باشا، سؤال زي ده كده يعني انا شايف ان هو اي كلام بصراحه. x ايكوال روت 2 والواي ايكوال 2، عايز السمبلست فورم لو x باور نيجاتيف 10 تايمز y باور نيجاتيف 10. يا عم يلا عوض على طول، روت 2 باور نيجاتيف 10 تايمز 2 باور نيجاتيف 10 وزي ما تطلع بقى شوف تطلع كام واكتب الاجابه بتاعتها. هتبقى 2 باور 5 تبقى 2، استنى اقول لك، دي هتبقى عشان هتطلع رقم وحش جدا خلي بالك. فانت تعمل ايه؟ تعال نحلها وخلاص. الروت 2 يا جماعه دي كانها 2 باور هاف، فهتبقى 2 باور نيجاتيف 5 تايمز 2 باور نيجاتيف 10. اعمل ايه اللي بباور دي تايمز؟ اعمل لهم ايه؟ بلس، يبقى 2 باور نيجاتيف 5 بلس نيجاتيف 10 تحسبها عليها تديك 2 باور نيجاتيف 15. عايز تبقى واد صايع في الحل وعايز تعملها كده 1 اوفر 2 باور 15، دي صح ودي صح. سؤال اوفر على الفاضي ما انصحكش بيه. طيب السؤال اللي جاي ده بقى يا جماعه جامد قوي. لا تعالى ايه ده، استنى خد تعالى. Find in R the solution set of the following equation x باور 2 equal 4x. طب واحده واحده، اوعى لما تيجي تحل المساله تقول لي يا مستر دي سهله موت، دي الاكس على طول كده تبقى ايكوال 4x، اطير الباور 2 مع الاكس يبقى الاكس ايكوال 4. ايه الهبل ده؟ ما ينفعش يا حبيبي اطير الانون، دي حاجه انا مش عارفها، ما ينفعش اطيرها، فامسح الايه البيبي ده كده عشان نعرف نشتغل. تعال نكتب المساله ونحلها مع بعض بقى. بص يا باشمهندس، انا متعود ان انا ما ينفعش احل المساله كده، لازم ادخل دي جوه بالماينس، فهتبقى اكس باور 2 دي بوزيتيف تخش ايه؟ نيجاتيف، يبقى ماينس 4x ايكوال 0. مين متكرر؟ الاكس، فيبقى x ماينس 4 ايكوال 0. يلا عندي حاجتين تايمز بعض ايكوال 0، يا اما الاول اللي هو الاكس ايكوال 0 يا اما الثاني ايكوال ايه؟ 0. النيجاتيف تروح ايه؟ بوزيتيف، يبقى الاكس ايكوال 4. طيب كده انا طلعت الاكس ب0 طلعت الاكس ب4، فالسوليوشن سيت بتاعي ما انساهوش 0 و4. انا لو نسيت وانا بحل هنقصني، انت متخيل؟ طيب يلا بينا نكمل حل، اوعى تخاف. يلا انا مبسوط قوي والله. بيقول لك ايه؟ make the denominator of the number ده an integer. باشمهندس انا عشان اخلي اي denominator integer
لازم يا اما هضرب في نفس الروت يا اما هضرب في الكونجكت بتاعه. الكونجكت بتاعه يعني بعكس اشاره اللي في النص، بعكس اشاره الايه اللي في النص. طيب يلا بينا، انا عندي 4 اوفر روت 7 بلس روت 3. يلا تايمز الكونجكت بتاعي ايه؟ روت 7 ماينس روت 3، وروت 7 برضو ماينس روت ايه 3. الله. يلا يا باشا، انت لحد كده انت لعيب. رص كده بقى على الآلة، ماشي؟ هتطلع معاك اللي تحت ده 4، ف4 هيطير مع 4 هيبقى روت 7 ماينس 3، عشان تبقى عارف يعني. روت 7 ماينس روت 3، اسف. اللي بعده، السؤال ده كان في حد قال لي عليه، مش فاكر الطلبه قالوا لي يا مستر ايه ده؟ يعني عارف في ايه؟ بص يا باشمهندس، بيقول لك ايه السؤال؟ if 3 power x equal 5 بيقول لك find the numerical value of the following 3x plus 3 power x plus 1. طب يا مستر معلش انا مش متعود على الشكل ده، ممكن افكها؟ طب افكها ازاي؟ يعني اخليها 3 باور اكس تايمز 3 باور 1. دي هي دي على فكره. ازاي يا مستر؟ مش ده تايمز، اعمل الباورات ايه؟ بلس. يلا بينا، شيل 3 باور اكس واحط مكانها كام؟ 5. يبقى 5 تايمز 3 باور 1 تطلع بكام؟ ب 15. تعالى معايا في اللي بعده. دي هفكها ازاي؟ يبقى 3 باور اكس تايمز 3 باور نيجاتيف 1. 3 باور اكس دي اشيلها واحط مكانها كام؟ 5 تايمز 3 باور نيجاتيف 1 تطلع بكام على الآلة؟ 5 على 3. طب تعالى معايا. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده على فكرة سؤال يعني تقيل قوي والله العظيم بجد، تانية ثانوي قوي في نفسه بصراحة. ده بجد عندهم درس اسمه اكسبوننت كده، عنده نفس الكلام ده. لو ليك اخ هيقول لك. طيب يقول لك 3 باور اكس بلس 2 و3 باور اكس بلس 3. اللي انا هعمله ده مش في صالحك، بس انا هعمل ايه؟ تعالى نفكها وخلاص، بلاش، لا مش هكبر المواضيع عليك، خليها كده. 3 باور اكس تايم 3 باور 2 بلس دي برضه تفك تبقى 3 باور اكس تايمز 3 باور 3. هتشيل اي 3 باور اكس زي ما حاطه لك في السؤال فوق ب 5 صح؟ يبقى 5 تايمز 3 باور 2 بلس شيل ده وحط مكانها 5 تايمز 3 باور 3. يلا بينا، ده 45 بلس 27 في 5 تديك 130 تديك 175. والله العظيم ما حد ما بيمليني، والله ما في حد بيمليني يا جماعه. طيب في مشكله حد هنا؟ يلا بينا نخش بقى على الايه؟ على اهم صفحه واشد صفحه فيهم بصراحه. يعني انا بحسها صفحه البابا، بس انا مش عارف هي ليه مبكسله كده، هي متضايقه منا ولا ايه؟ الو، خلاص اهي، لازم اقول الو كده، ده سيم يعني. تمام. طيب بص كده يا باشمهندس، بيقول لك ايه؟ if the polynomial 9x bar 2 plus bx plus 1 is a perfect square then what the value of b. الله، perfect square دي علمني عليها بعد اذنك، دي حبيبتي دي. طيب انا عندي في بيرفكت سكوير فيرست وميدل وثيرد، انا عايز اعرف البي دي مكانها فين عشان اعرف ايه اجيبها. طب يلا بينا. البي اكس دي ميدل يا مستر، الله عليك. بص يا باشمهندس، شايف ال 15 دي؟ تمام. انا عارف وعندي معلومه تامه ان التاني تايم التاني يديني الكونستانت ده، يعني البي تايم 3 ايكوال 15. عظيم. طيب يلا دي تايمز تروح ايه؟ ديفايدد، يبقى البي ايكوال 15 ديفايد 3 كام؟ ب 5. انا لسه ما خلصتش عشان كده جبت الايه؟ البي. كده البي دي ب 5 صح؟ طيب تاني معلومه عندك ولازم تعرفها النهارده، ان اللي جنب الاكس ده تمام بيبقى دايما الصم، بيبقى دايما الايه؟ الصم. يعني هعمل 5 بلس 3 تدينا كام؟ ايكوال 8. صح جدا، تمام شكرا. صعبه لحد هنا؟ لا مش صعبه. طب تعالى معايا بقى، هو عايز ايه؟ عايز الاي بلس بي، يعني عايز 8 بلس 5 تطلع كام؟ 13. اشكرك. طيب يلا يا باشا، اول واحده دي بالقلم ما فيهاش حاجه، تقريبا هتبقى 2 اكس ماينس 3 واكس ماينس 2 حاجه كده على حد ما انا فاكر يعني. هتبقى، تعالى كده نتاكد، ادي 2 اكس ماينس 3 واكس ماينس 2، لا اكس بلس 2. تعالى نتاكد، لا تبقى اكس ماينس 2، انا اسف اهو يا عم. بس ده فاكتورايز يعني طبيعي، يعني وارد جدا نغلط فيه، خصوصا انا معيش الاله بحسب على طول كده. طيب وبتاكد منها برضو، يبقى 2 اكس باور 2 نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3 صح. تمام اوكي يلا بينا. اللي بعدها دي يا جماعه ما فيش اله. اكس باور 3 بلس 64. اول حاجه افكر فيها يا مستر عشان احل مساله زي دي، هضطر ان انا احلها بايدي، براكت صغير وبراكت ايه يا ولد؟ براكت كبير. يلا براكت صغير اكتب فيه ايه؟
كيوبيك روت الاول الاكس بلس كيوبيك روت الثاني كام 4. البراكت الكبير هعمل فيه ايه؟ الاول باور 2 اهو، اروح بعيد شويه بلس الثاني باور 2 اهو، الاول في الثاني 4 اكس يا جماله ده بلس اخليه ايه ماينس. مساله خلصت. الله عليك يا مستر. اللي بعده a باور 2 b باور 2 ماينس 4. a باور 2 b باور 2 ماينس 4. عايز اديك معلومه صغيره، هو ده ليه روت صح؟ وده ليه روت برضه وبينهم ماينس، يبقى على طول يا باشا فور الدنيا، ادي براكت وادي براكت. يلا روت الاول ازاي اجيب روت الحروف؟ قلت لك لما تجيب سكوير روت لاي حرف عليه باور بتجيب نص الباور بتاعه، يعني بينزل زي ما هو بس بايه؟ بنص الباور. يعني الاي باور 2 نص ال 2 كام؟ 1 يبقى ايه، ونص ال 2 كام؟ 1 برضه يبقى بي. ماشي. روت ال 4 كام؟ ادي 2 وادي 2 وادي بلس وادي ماينس. الله يا مستر. يلا بينا يا باشمهندسين. بص كده السؤال ده بيقول لك ايه؟ if x باور 2 بلس b equal 12. السؤال الصفحه دي دمار، الورقه دي يعني بجد تحفه. بيقول لك if الاكس باور 2 بلس b equal 12. ماشي يا عم. وقال لك الاكس بلس 2 equal 6. بيقول لك then the numerical value of x باور 3 plus ax باور 2 plus bx plus b. انا اول حاجه عشان احل المساله دي لازم اعملها فاكتورايز، قلت لما شفت 4 ترمات يبقى النوع ده ايه؟ اسمه ايه؟ برافو، فاكتورايزنج باي جروبنج. طيب تمام، يلا بينا. انا هكتبه هنا تاني اهو عشان ايه؟ نعملها فاكتورايز كده برواقه. فاكتورايز باي جروبنج ده يا جماعه يعني بقسمه لجروبين. بقسمه لايه؟ لجروبين. تعالى كده معايا، يلا بينا. ده لوحده وده لوحده. مين متكرر هنا يا شباب؟ ايه ده في ايه؟ مين متكرر هنا يا شباب؟ الاكس باور 2 صح؟ يلا يبقى اكس باور 2 يتبقى جوه كام؟ برافو عليك اكس بلس ايه. وهنا مين متكرر؟ انا اسف احنا نسينا حاجه، نسينا نعمل بلس. اوكي اهو. يلا بلس. ايه اللي مكرر هنا؟ البي. افتح براكت يبقى اكس بلس ايه. تقول لي يا مستر انا اكتشفت ان في براكت متكرر صح؟ يبقى اكس بلس ايه. ماشي. ده البراكت الاول، والبراكت الثاني ايه؟ اللي اتبقوا اكس بار 2 بلس بي. تعال نكتبها هنا كده في نظافه اهو، اكس بلس ايه واكس بار 2 بلس بي. يلا بينا نعوض بقى. هو الاكس بلس بي بكام؟ ب 12. والاكس بلس ايه كام؟ ب 6. اعملهم تايمز بعض يدونا كام؟ يدونا 72. طيب تعالى معايا في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ completing the perfect square for the expression x بار 2 بلس 9. انا هعمله completing square يعني لازم اجيب middle term. اجيب الميدل ترم ازاي؟ 2 تايمز روت x بار 2 تايمز 9. يلا تبقى 2 تايمز الاكس بار 2 تنزل اكس، روت ال 9 ينزل 3، يعني 2 تايمز 3 كام؟ 6 اكس، فتبقى بوزيتيف نيجاتيف 6 اكس. طيب يلا بينا. بص يا باشمهندسين، بيقول لك فاكتورايز ادينا 4 ترمات. فكر فيها كده وبص عليها وقول لي انت ايه رايك. بص كده، اكس بار 2 بلس 2 اكس بلس اكس واي بلس 2 واي دول كام ترم؟ 4. 4 دول يا باشمهندس يعني انا بعملها فاكتورايزنج باي ايه؟ باي جروبنج. الله اهو، هوبا وهوبا وهوبا وهوبا. ايه اللي متكرر هنا؟ الاكس، فيبقى اكس بره هنا فهتبقى اكس بلس 2 بلس ايه اللي متكرر هنا؟ واي، فيبقى مين؟ اكس بلس 2. مستر البراكت ده هو ده يا عم، ماشي من غير ما تزعق اهو. هيبقى مين تاني؟ اكس بلس واي. شكرا، اكس بلس واي اللي هم دول. طيب اللي بعده ده بقى من ارذل انواع الفاكتورايز يا جماعه، وده مش محبذ انه يجي لانه ليه كذا اجابه، فدي ميزه. مش كذا اجابه، كذا ترتيب لحل السؤال، فبالتالي طالما ملوش اجابه ثابته وما اقدرش ابقى ماسك الاجابه كده بالظبط بالسحتوت بكل ستيب بترتيبها كده، بيفضل ان هي ما بتجيش، بس احنا نحلها باحتياطي. وانا المدرس بتاعكم بقول لك يا رب ما تجيلك بجد.
طيب يلا بينا 4x باور 4 بلس 1. يا جماعه طالما ده باور ماشي، ده ليه روت وده ليه روت، بس هنا ماينس لا هنا بلس، ده كومبليتنج سكوير على طول. كومبليتنج سكوير ده بنعمله ازاي؟ اول حاجه بنجيب الميدل تيرم، بنجيب له ميدل بنالف له ميدل تيرم كده. 2 تايمز روت روت الاول كام؟ 4x باور 4 تايمز 1. ما ملوش لازمه كده كده. يلا بينا ادي 2 تايمز روت ال 4 كام؟ 2 والاكس باور 4 تنزل ايه؟ مستر ايه بنزل حرف بنص الباور فتبقى اكس باور 2. 2 باي 2 كام؟ 4 اكس باور 2. في مشكله؟ طيب يلا بينا ادي 4 اكس باور 4 ماشي، هزوده مره اللي هو بلس 4 اكس باور 2 بلس 1 وانقصه تاني. ليه يا مستر؟ عشان ما يغيرش من شكل المساله. طب يا مستر احط ليه ما عملتش ماينس بعد كده بلس؟ لا كده احسن، احفظها كده احسن. طيب عشان اطلع له بيرفكت سكوير يعني. طيب تعال نحل مع بعض بقى. شايف الجزء ده كده؟ ده لوحده اعمله على الاله مود 5 3، الاي ب 4 البي ب 4 السي ب 1. تطلع بكام؟ هتطلع ب 2 اكس باور 2 بلس 1 اول باور 2 ماينس 4 اكس باور 2. بس كده؟ بس كده. طيب تعالى معايا بقى، دي هتتقسم، مش ده ليه روت؟ لما احط روت لده باور 2 هيتكنسل والحياه حلوه، وده ليه روت برضه وبينهم ماينس. المساله ما خلصتش، هتعمل لك براكت رايق كده وبراكت رايق كده زيه. يلا بينا. روت الاول بيكنسل الباور 2 يعني تبقى 2 اكس باور 2 بلس 1. 90% من الناس اللي هتشوف الفيديو دي هتعاني من المساله دي ويمكن ما تفهمهاش كويس كمان وتقول لك انا هكنسلها. عيد الفيديو تاني كذا مره هتظبط معاك. يلا روت ال 4 ايه؟ 2 اكس ودي 2 اكس. يلا دي ماينس ودي ايه؟ بلس. الله. خش على اللي بعده. اكس باور 2 بلس 7 اكس ماينس 60 ايكوال 0 وعايز سوليوشن سيت هنا بقى، بس هو فاهم كسلنا نكتب يعني. يلا بينا. اول حاجه نعمل فاكتورايز بالمنظر الجميل ده. هنا اكس وهنا اكس ايكوال 0. حط لنا على الاله مود 5 3 الاي ب 1 البي ب 7 السي بنيجاتيف 60. ما تنساش النيجاتيف طبعا انا في فيديو المراجعه دي كنت بقول لك ابوس ايدك ما تنساش النيجاتيف. طيب لما نيجي نحسبها تطلع بكام؟ هتطلع ماينس 3 بلس 20. عندي براكتين تايمز بعض ايكوال 0 فعندي احتماليتين ان الاول بزيرو صح كده؟ او التاني بايه؟ بزيرو. ده نيجاتيف يروح ايه؟ بوزيتيف. وده بوزيتيف يروح نيجاتيف. فيبقى السوليوشن سيت بتاعي حاجتين مش حاجه واحده. 3 ونيجاتيف 20. مستر ممكن اكتب نيجاتيف 20 و3 عادي يا حبيبي صح. مش غلط يعني لو بدلت الارقام عادي. اهم حاجه براكت يبقى متدلع مش انترفال. طيب كده احنا الحمد لله بفضل ربنا، الحمد لله الحمد لله يا رب، انا حليت لك كل اسئله كتاب الوزاره والاسئله اللي هي بتاعت التقييمات يعني قصدي بتاعت كتاب الوزاره، والاسئله اللي هي بتبقى محتمله والحاجات اللي جت في الادارات المختلفه. وصدقني صدقني لو انت ركزت كويس قوي ولو فاكر الامتحان بتاع نوفمبر واكتوبر هتلاقي 3/4 اسئلتهم محلولين هنا ايا كان ادارتك ايه او محافظتك ايه او انت بتشوفني منين. تمام. انا كده خلصت معاك ما يقارب نص المنهج. حلو الكلام. خلصت معاك نص المنهج. يونت 1 ويونت 2 اتفرموا يا باشا خلاص. انسى. كل اللي عليك تعمل ايه بقى؟ تحل. يعني تحل. شايف الاسئله دي كده؟ تمام. هتلاقيني انا حاطط البي دي اف في الديسكربشن تحت. حلو. امسك كده يلا وحمله عندك وابدا حل واحده واحده كده ودوس افرم يا باشا. ما تخافش. يعني انت مش يعني حرام يحصل فيك ان انت مثلا تترازى في الماده او الكلام ده كله او تشيل همها. ما تشيلش همها خالص. سيبها على الله. انت اهم حاجه ان انت تقعد تحل كتير وتطبق كتير. اي حاجه واقفه معاك برضو رقمي موجود تحت. صور لي بعت لي على الواتساب. صدقني انا اخوك الكبير ما فيهاش اي مشاكل خالص. اتمنى اكون افدتك واتمنى اكون انت اتبسطت بالفيديو وان شاء الله كده ما تكونش مليت ولا اي حاجه. واشوفك على خير في بارت 2 عشان اخلص فيه الامتحانات ولسه في فيديو تاني ليله الامتحان. اتقل. انا اعد لك. تمام. خلي بالك من نفسك ولازم تفتكر كل شويه ان انا بحبك وبحب من يحبك. ربنا يوفقك يا رب وتحقق اللي نفسك فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.